من أول ثانية أقسم بالله أحس إني برجع بالزمن 50 سنة لورا للحظة واحدة بس غيرت حياتي وأنا طفلة يمكن ما بين 6 و7 سنين. لحظة شفت فيها حاجة في المراية، مشهد كامل لراجل غريب راكب على جمل وماسك سرة شكلها مال مسروق. أنا ما أؤمن لا بسحر ولا بخرافات، بس اللي صار معايا يومها لليوم وأنا فوق 50 ما لاقياله تفسير. اسمي مريم، واليوم هحكي لكم قصة حقيقية صارت معايا وأنا طفلة، قصة من وقتها لحد اليوم لسه بتزورني في الأحلام وفي الصحة. كنت طفلة صغيرة يمكن ما كملت 7 سنين. الجو كان ضحى، الشمس هادية تنور تراب القرية والبيوت ريحتها خبز وذكريات، وأنا ألعب مع صويحباتي نضحك ونرقد في الشارع الترابي، ولا في بالي إن قدري هيتغير بعد ثواني. بس فجأة ومن غير أي مقدمة شفنا راجل غريب جاي من آخر الطريق، خطواته تقيلة، دله أطول منه، ونظراته ما ترتاح كأنها تدور على شي مفقود. وقف قدامنا وقال بصوت غريب، لا هو ناعم ولا هو قاسي، تعالوا في مال انسرق والشيخ بيدور على طفل بس. الكلمة اللي علقت في دماغي طفل بس، وإحنا كلنا أطفال، بس براءة الطفولة خلتنا نقول يلا، ومشينا معاه. كنا 6 يمكن 7، ما أتذكر العدد بالظبط، بس أتذكر إحساس الخوف اللي كان يمشي جنبنا، الخوف اللي ما حد فينا كان قادر يحوله الكلام. وصلنا عند بيت الشيخ ده لما شفته لأول مرة حسيت إن الزمن نفسه واقف قدامه احترام. راجل كبير، هيبته واضحة، وعيون تفحص واحد واحد، نظرة ما تحسها جاية من بره، تحسها تدخل جوه روحك. سكت شوية وبعدها قال جملة للآن ترن في ودني، أبغى أصفاهم. والغريب إنه اختارني أنا. في اللحظة دي حسيت قلبي يطيح في بطني، ليه أنا؟ وإيش فرقي عن باقي الأطفال؟ قرب مني، سلمني مرآة صغيرة، وقال بهدوء، ما نسيتوش، غمسيها في المية وبصي وقوليلي إيش تشوف. إيدي الصغيرة كانت ترجف، بس سويت اللي قاله، غمست المرآة في المية اتحركت، سطحها يهتز والمرآة مالت شوية على جنب. قربتها لعيني وبصيت، وهنا كان المشهد اللي طاردني 50 سنة. فجأة المراية ما عاد تعكس وجهي، صارت كأنها شاشة. شفت راجل غريب، مش ضل، مش خيال طفل، لأ، راجل حقيقي كامل التفاصيل، راكب على جمل، الهوا يلعب بتوبه، وفي إيده سرة شكلها مهم وتقيلة وغامضة. كنت حاسة إني مش بس بشوفه، كنت حاسة إني واقفة في مكانه، في نفس الطريق، تحت نفس الشمس. قلبي صار يدق بسرعة وعيوني اتسعت، ووقتها ما كنتش فاهمة هل هذا خيال ولا رؤية ولا سحر. بعد لحظات الصورة اختفت والمراية رجعت عادية. الشيخ سألني بهدوء، إيه شفتي؟ حكيت له كل شيء وأنا برتف، الراجل، الجمل، السرة، الطريق، حتى التفاصيل الصغيرة اللي لحد اليوم أقدر أوصفها. هو سمعني للنهاية، ملامحه ما اتغيرتش كتير، بس حسيت إنه فهم حاجة أنا نفسي معرفتهاش. بعدها الكبار اتحركوا، طلعوا يدوروا ويسألوا، بس أنا رجعت ألعب مع الأطفال، وكأن اللي صار كان مجرد فيلم مر قدامي ثواني واختفى. مرت السنين، كبرت، اتجوزت، خلفت، حياتي اتغيرت 1000 مرة إلا هذا المشهد. نفس الراجل، نفس الجمل، نفس السرة اللي بين إيده، يرجع يزورني في أحلامي، في خيالاتي، فجأة من غير موعد. أوقات أصحى في نص الليل كأني لسه ماسكة المراية ولسه الموية تتحرك قدامي، وأقول لنفسي، مين هذا الرجل؟ ليه أنا اللي شفته؟ وإيش كان سر السرة؟ مال مسروق، رزق ضايع، ولا شي تاني أخطر؟ الغريب إني ما أؤمن لا بسحر ولا بخرافات، عمري ما جريت ورا العرافين ولا فتحت باب للأشياء دي، بس اللي شفته أنا طفلة لليوم وأنا فوق 50 ما أقدرش أقول عنه إنه شيء عادي، ولا أقدر أقول إنه مجرد خيال. يمكن كان اختبار، يمكن كان كشف، يمكن كان حاجة ما نفهمهاش بعقولنا البسيطة. كل اللي أعرفه إن اللحظة اللي غمست فيها المرآة بالموية ما كانتش لحظة لعب، كانت بداية شيء تبعني طول عمري. والآن أنا مريم بحكي قصتي ليكم، يمكن حد فيكم يفهم أكتر أو يكون قرأ عن حاجة زي كده أو عاش تجربة قريبة.